بسم الله الرحمن الرحيم. حكم شراء الأضحية بالميزان. تساءل الناس عن شراء الأضحية بالميزان، أحلال أو حرام يا فلان؟ قلت: البيع يكون بأربع كيفيات في المكان: إما بالوزن كالثمار واللحوم والحيتان، أو الكيل كالحبوب في زكاة الفطر بعد رمضان، وكذا الزيوت وحليب الناقة والبقرات السمان، أو البيع بالجزاف بتقدير السلع بأثمان، أو البيع بالعدد كبيع دزينة أواني مختلفة الألوان. ومقياس البيع لم يرد لا في الحديث ولا في القرآن، إنما هو عرف منذ سالف الأزمان يتعامل به المسلمون في كل مكان. فعند المالكية بيع الأضحية بالميزان هو حرام إذا كان ثمن اللحم وثمن الخروف سيان، فالصوف والقرنان بثمن اللحم لا يتساويان، وإذا تساويا فهو غرر وحرام لا يحتاج إلى برهان. والكبش يقاس على الدجاج في البيع بالميزان، فكل ما كان يباع بالصاع أصبح يباع بالميزان، والصاع أصبح في خبر كان. والقائلون بتحريمه بأن فيه غرر واضح العيان، نقول كذلك اللحم في ذاته فيه غرر باختلاف الأثمان، فثمن بيع اللحم بعظام وبغير عظام يختلفان. لذلك فبيع الأضاحي بالميزان حلال لا يختلف عليه اثنان، فلا تضيقوا على الناس ويسروا ولا تعسروا ليعيد في أمان. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم شراء الأضحية بالميزان.